السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم راح نسوي لكم هاي كيكة دجاج، تشوفوها كلش سهلة وبسيطة، موادها كلش متوفرة عندكم، طعمها كلش طيبة. فخلونا نبلش بيها ونقول بسم الله. بالبداية راح نجيب أي علبتين بسكت عندكم، يكون البسكت سادة. راح نقطعها بهذا الشكل بالسكينة. طبعا لا تكسروا بالماكينة ولا تكسروا بيديكم حتى لا يتفتت ويصير عندكم ناعم. راح تقطعوا بهذا الشكل. بعد ما قطعنا بهذا الشكل راح نخليها بالكاسة. مو هاي الكاسة شوية أكبر، راح نبدلها شوية أكبر لأن راح يجي الصوص عليها فما راح تكفي، لازم شوية أكبر. راح نجيب بالمقياس، لازم تقيسوها 50 غرام من الزبدة و100 غرام من أي نوعية شوكولاتة عندكم، نوعية الشوكولاتة الجامدة. بعدها راح نضيف عليها إذا تحبون نوتيلا تكون بعد أطيب، أو أي نوعية شوكولاتة متوفرة عندكم هم راح تخلون 100 غرام. بعدها راح نخلي كوب واحد من الحليب ونضيف عليها ظرف واحد من الكريم الشانتي. راح نخفقها بهذا الشكل لحد ما يصير عندكم القوام هنا مثل ما تشوفون شوية يصير ثخين. راح نديرها فوق الخليط ونخليها على الطباخ. طبعا يا اما تخلوها على نار كلش ناصية مع التحريك المستمر، يا اما تخلوها على حمام البخار. بعد ما راح تذوب عندكم راح نضيفها فوق البسكويت بهذا الشكل، وراح تحركون بيها، نحركها لحد ما تتجانس عندي الشوكولاتة مع البسكويت، يعني كل زين، يعني لا تخلون بيها اي فراغ نهائيا بهذا الشكل مثل ما تشوفون. ونحضر اي قالب عندكم، يعني اي قالب متوفر عندكم تخلون عليه ورق الزبدة، يا اما تخلون عليه نايلون التغليف بهذا الشكل. وبهاي الصورة مثل ما تشوفون واضح قدامكم. طبعا بالمناسبة وانت جاي تشاهدني اتمنى تصلون على النبي. بعد ما تصلون على النبي سوونا لايك ومشاركة للمقطع. راح نضغطها، نخلي كيس نايلون ونضغطها بهذا الشكل بايدينا لحد ما تصير عندي كليتها قالب واحد ومستوى واحد، حتى نضغط البسكويت مع الشوكولاتة ليه يبقى عندكم فراغات نهائيا. بعدها راح نشيل كيس النايلون، راح نعدل الأطراف مالتها، نجيب ملعقة ونعدل الأطراف مالتها بهذا الشكل، نخليها كليتها بمستوى واحد لين راح تجي الصوص اللي راح نسويه راح يكون كليته بمستوى واحد. هذا الصوص أي نوعية صوص أنتوا تحبوها خلوها. أنا بالنسبة لي خليت نوعية شوكولاتة جامدة، وخليت شوية نوتيلا، وضفت لها كوب حليب، وضفت لها شوية من الزبدة. انتو طبعا طعمها راح يعتمد على نوع الشوكولاتة اللي انتو تختاروها. كل ما كانت الشوكولاتة اللي راح تخلوها طيبة راح تطلع عندكم الكيكة كلش طيبة. بعدها ما خليناها، نخلي شوية المكسرات ونخليها بالبراد مو أقل من ساعة، يعني من الساعة وفوق. بعد راح تفتحوها راح يطلع لكم بهذا الشكل، وبالعافية عليكم. لا تنسونا باللايكات والمشاركات، والسلام عليكم.